الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكابي أونلاين سيتيفيك سبجكتس تربية waxaan qaadanayna wuxuudada saddexaad qaybta xadiiska fasalka 12aad ee dugsiga sare waa Kaabe Online Academic Institute magaalada Muqdisho qismiga xadiiska ayaan qaadanaynaa qayb hore waxa soo qaadanay tafsiir xadiis marka qayb markaan qaadano kadib waxaan ku laabanaynaa mid ka saacashirka labaad ayaan ka sii bilaabi doonaa soo dhawaada insha Allah ta'ala xadiiskan insha Allah ta'ala wuxuu noqon doonaa cashirkan hordhac ku saabsan qismiga xadiiska ama mustalah xadiis waxa la yiraahdo fiqiga u yaqaan ama mustalah xadiis qaybta koowaad marka mustalah ayaan ku baranaynaa qaabka loo istilaaxay ama xadiiska الحديث مصطلحه الحديث ومصطلحه حديث ومصطلحه تعريف الحديث لغة حديث اللغة وحلو هذا يطلق على الخبر حديث مركا سماك معنا وشيكو يطلق حلو إطلاقا على الخبر خبر أي لو إطلاقا وهذا الله وهو المناسب هنا مناسبة ذلك كان وجوهنا حواي للمعنى الاصطلاحي معناها اصطلاحا ومعنى اصطلاح حواي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية لغة حديث حلو هذا يطلق على الخبر وهو المناسب هنا لمعنى الاصطلاحي كما يطلق على الجديد سيدا جديد لو مقعابه ضد القديم قديم كي هري جديد شيء عصب قديم وشيء هري اصطلاح حديث كحلو مقعابه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلوتي للنبي عليه الصلاة والسلام حبيب كان محمد عليه الصلاة والسلام من قول هذا أو فعله أو تقرير أما تقرير حر هذا وشيء النبي عليه الصلاة والسلام اكتسر قسمي والنبي وكامسي ما ينا موسى لهن نهانا موسى لهن شيء مركا وحواي يعتبر إنه بنايه لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وحان إله سبحانه وتعالى رالي كان أسد القسمي ما كامسي أو صفة أما صفة خلقية أبو رسا أو خلقية أما دبيعة وكذا سيدا حالة من الحديث لو ازدلاح كرا ما أضيف إلى الصحابي وواحد صحابي لو تيري أو التابعي صحابي محرد صحابي محرد للنبي عليه الصلاة والسلام لكل مي أركي رمي وآمن عدل ذلك سيدا أنا كل انتي أو التابعي تابعي محرد ونك الصحابي أركي صحابي لكل مي ويطلق وحلو إطلاقا على الحديث حديثك حلو مقع على سيدو الكره الخبر والأثر الخبر مش أيها لغو مقعابا تعريف مصطلح الحديث مركب مصطلح الحديث كقيحتان كيسا علم وعلم بقواعد له قواعد متيرر يعرف بها تاسول لغو برانيو لغو قرانيو أحوال السند حالة السند كوالماتنا من حيث القبول مكلوفي حق أقبلده يورد حق علينته لأن النبي دينتين الإسلام كا إلهي سبحانه وتعالى لغو قال لدى استعدام المسلمين هاي أنه إلهي سبحانه وتعالى أنا ما نرك النبي عليه الصلاة والسلام ما نرى أمدي سنة هاي علم المصطلح والحديث كحر ذا علم بقواعد وعلم له قواعد متيرد تيرك أصلا يعرف بها لقو قرنيو أحوال السند حالة السند ك والمتن متن السند حالة وأركدونا من حيث القبول والرد حق أخبار الدئيو شيء اللي عليه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لقصه ورينيو قابك نوسو قاريو والسند إمتنا نوسو قاري مركا السند اللغة حارة المعتمد والتيرسي ويسمى بذلك أرنكا وحالقو مقعابي لأن الحديث حديث يسند إليه إذا يلو تيريا ويعتمد والاعتماد على الحديث ازدلاحا سند حارة سلسلة الرواة الموصلة للمتنى سلسلة أما تحانها دادك وحوري الرواة ورواة الحديث وحدة الحديث كورية الموصلة للمتنى متن سوغار تصالحانو كله مركز سننتا اللي جوجو أفرتا سنن أبي داود ابن ماجه يو بخاري مسلم يقول حلقا حدثنا عن فلان قاب كلا كسس عطل المتنى عن أبو هريرة رضي الله سوغارو الموصلة للمتنى من الكاسة لهذا استلاح يعني سنة استلاح سنحوها سلسلة امتحانها إسوس عطا انتاسو سكسو ورينيسا وحالة سنة المتن حالة ماسوري وحي كسر متن حالة وميل سريع معناه ماسوري من الأرض وارتفع ماشي دول كسر حاجة اللغة سلاح ما انتهى إليه السند من الكلام سلاح حلو مقعبا ما انتهى وماشي وكل ماضو إليه إلى المتن السند وكل ماضو من الكلام السند كسوي سعودي هذا كيس ماشي وكل ماضو
وعنه هريرة لقب الله ومع عن النبي لقب الله أيوة حلو قانا متني مركب ايش عزوم حاسوق هذا مصطلح الحديث لغة واصطلاحا مصطلح الحديث تعريف مصطلح الحديث علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد سند لغة اصطلاح متن لغة اصطلاح انت على صعب موضوع مصطلح الحديث موضوعه السند والمتن وموضوع لقاها الله والسند يو متني من حيث القبول والرد حق أخبرته إيه مركا ثمرة مركا فائدة أولى تمييز الأحاديث المقبولة مصطلح الحديث برشيد مركا محو فائدة أولى كتاب اللي مصطلح الحديث الجرء لو برت حق أحاديثه تمييز إلا كلا سوعة الحديث المقبولة أحاديث الأخبار كرة أو فيعمل بها لو عمل فليو إلى شيء حديث النبي عليه الصلاة والسلام كسونا مركا لنا هاي وإن هو بنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام كسونا هذه فيعمل بها لو عمل فلسي أجر أوجهنا والمرتودة في النعليو فلا يقبل فلا يعمل بها لو ما أقبل حديث كان مرتود وهذه لهنا سنة لو ما أقبل لو ما رقم إيمان فلا يعمل بها غاية لقل علم المصطلح وكو هاشي سمركا الإسناد خاصية لهذه الأمة غاية لقل علم المصطلح وحواي قد أقيم تستاقتي ببيان إلا عدي علم مصطلح الحديث لغاية عديمة جلية غاية أم أهداء جيدات وين يوحي حفظ الحديث النبوي إن حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من الخلط فيه إن خلط الدرء أو الدنس والافتراء عليه إن لقى بين أبورته وهذه الوظيفة شقادا غاية في الأهمية وأرن آد ميمسا وهي تشمل ومدى كل من يسو على فوائد لها أهميتها الكبيرة منها فائدوين بدن أي ليلة وحانا كمدة إنه شأنك يتم بذلك وحاكو تام نقوني حفظ الدين الإسلامي إلا حفظيه دين إسلامي لكن هذا وحان حديثنا دي حديث لقى هذا مركا حيمانة سمركا وحان دين هين إن دين النخضاء مركا إله سبحانه وتعالى حكمة دي سنة حيكو سغناتي يكو أرورتي سيد إله يقول هاي كتاب كيس إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن كأنك سودي جانك إلى أرسنين حديث النبي عليه الصلاة والسلام مركا إله سبحانه وتعالى وحوصو اسمي ضد إلهي بري دفاعي وحي أخضاء من التحريف والتبديل كدي الردي من التحريف إلا بدله والتبديل من التحريف إلا قلوعي والتبديل إلا بدله فقد نقلت حيث جورس الأمة مدى الحديث النبوي بالأسانيد السندية كسعداء وميزة الصحيحة إلى كلا سواء كان صحيحة من سقيمة ولولا أن الله دوسا إلهي هيأ للأمة الإسلامية وديارنا لهذا العلم لأتينا حائمانا الحديث بالضعيف والموضوع وحاسكو ده من حديثك صحيحة الموضوعي كي إن كلامك النبي عليه الصلاة والسلام لو ده كلام ومدها النبي عليه الصلاة والسلام كسرنانا إن لو ده إله سبحانه وتعالى يكرم هذين أرنت أمريكا إنه بواسطة ودريقة مواسطة يتم وجود تام نقضي استنباط إلا جلس وبع الحكام تفقيقة مما يصح وحكسونا من السنة إنه شأنه بواسطة يتم حسن ماشي إنه قد يدل حسن الاقتداء الديشة وناسا برسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلا قد يدل إن قواعد هذا العلم قواعد الترك علميا ومسلم كسودير إنه كفوق هذا وعيد كوين الذي كاسو يقع وكل عايو على من تساهل الريح فوضيسته في رواية الحديث حق روايته قال صلى الله عليه وسلم رسولك وحولاي من حدث الروح يغشي عني حق بحديث يرى أنه أسيق وأركه كذب إنه بينه فهو أحد الكاذبين ومتكم إذا كو بين يشاء وقال صلى الله عليه وسلم رسولك نحو أسيق مركله من كذب علي الروح بين أبورته مدعمدا أسيق ونقصده فليتبوه هدي أرسده وقعده مكان دقيس أو من النار نار تقول نعوذ بالله إن لهذا العلم علميا فائدة عديمة فائدة وين يليه في تنفيذ وصيانة الأذهان إلا عليه عقوشة من الخوافيت والأسرائيليات التي تاسو تفسد الفسادين العقائد والعبادين إكواء حابدة وتتفقد في عديد الشعوب وتمزغ الأمة مدي كالفرينيسة لتجعلها إكيا ليس فرق وحزابا حزبيو لا تمييز بين الحق والباطل كان سوء الحق بادرك فيسأل أوسالنا هذا انقيادها إن لوه قنا سنو ليكون النائل متكسو يريو إلى الضلالة بادي ثانيا الإسناد خاصية لهذه الأمة خاصية إسناد كمركز سند كأ وخاص كي أمدهن
takafala allahu subxaanahu watacaala ilah wuxuu kafaalo qaaday bixifdi kitaabihi kitaabkaasi inuu xifdiyo wadalika arrinkaasna yastalzim waxaa ka laazimayo xifdu maa yufasiruhu inuu xifdiyo wixii lagu fasiray huwa alxadiidu nabowi xadiiska nabiga weye waliajli hada sidaa daraaddeedna haya allahu lihada lummata ummadda wuxuu ku diyaariyay ruwaatan cuduulan ruwaad caadiliina naqaluu hada diina diintana waxay usoo guriyeen jiilan bacda jiilba jiil kale faxafaduu cala annaasi diinahum dadkana diintooda xifdiyeen waqad qaam waxay u istaageen bijuhuudin cadiima juhdi weyn fii naqlihi guurintiisa watamxiidi murunaatihi mundu casri saxaabati laga soo bilaabo casrigii saxaabada radiallahu canhum allah ka raal noqday dhammaantood fa min bacdihim gadaashooda xataa takaamula ilaa ay ku dhammaystirtay tadwiin in la qoro oo la guuriyo la jasadeleeyo xadiidu rasuuli sala allah alay wasalam bidarqin duruqyo allatii taasoo rawaa biha lagu wariyey oo maanta ugu weyihiin kutubta aimada saxiixa muslim saxiixa bukhaari iyo sunantaba ilaahay ana barakeeyo kamaa duwina si luusa musdalaxuhu calaa adaqi manhajka ugu fudud yumkinu suurtagalay an yujida in la helo litahbiiti istinaashihiisa min anusuusi almarwiyati nusuusta wax warisa iyo in la sooco waqad nabaha allahu aimata ummadda wuxuu banaan calaa ahamiyati sanadi muhiimadda uu leeyahy sanadka mundu sidr islaam bilowga islaamka lianna can durqihi waxaa ka mid ah nuqilad waxaa lasoo guuriyay masaadir ashariicati shariicadii lagala soo baxay fa hada kani waxaa waye alimaam maxamed binu siriin axadu waxaa waaye aimatu taabiciina ka mida yaquul wuxuu leeyahay ina hada alcilmu cilmigan diinun diin weeye fanduruu fiirsada caman ta'khuduuna diinakum ruuxaa diintiina ka qaadanaysaan wa qaala suleymaan wuxuu ku yidhi bimuusa qultu lidaawuus waxaan ku dhahay huwa axadu alaimatu taabiciina ina fulaanan xadathanii bikada wakada hebel wuxuu ii sheegay sidan iyo sidan wan qaala wuxuu le in kaana saaxibuka miliban fakhud canhu hadduu ka yahay mulabi'an qafsan waxaabaay cilmiga ka qaado waqaala cabdullaahi bin almubaarak wuxuu dhihi jiray alisnaadu min addiin walool isnaad hadduusan isnaad jiri lahayn oo wax meel loo abtiri jiri lahayna la qaala man shaaa ruuxii doon wuxuu dhihi lahaa maa shaaa wuxuu doon ayuu dhihi lahaa walisnaadu isnaadkana min khasaa'isi hadi lummati ummadan khasaasyadeeda umma islaamiya waa ummadda maxamediya ah qaala abu xaatim raazi wuxuu leeyahay lam yakun fii ummatin min alumam ma aysan ahayn ummadaha ka mid ah mundu khalaqa allahu aadama umwanaa yaxfiduunahu xifdinayo aathaari nabiyihim aathaartii raadkii nebigoodii wa ansaabi salafihim cirabkii salaftoodii ilaa fii hadi lummati ummadan ummadda maxamediyada ah qaala sheikhu lislaam ibnu tamiima wuxuu leeyahay alisnaadu min khasaa'isi hadi lummati sanadka wuxuu ka mid yahay khasaa'ista ummadan ay leedahay asila carif alxadiid luqadan isdilaaxan xadiis qeex isdilaax ahaan uma carif kadib qeex musalax alxadiid yaquulu alculamaa culamadu waxay leeyihiin alisnaadu min khasaa'is wadix dalika arrinkaa maxaa laga wadaa caddee wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu